دكتور جميل، يعني لماذا اتخذ هذا القرار وما هو موقفكم يعني من هذا القرار الذي صدر اليوم؟ أولا مساء الخير. ثانيا إذا كان هذا الخبر صحيحا فهذا يعني أنني ليس كما قدمتيني نائب رئيس مجلس وزراء، نائب رئيس مجلس وزراء سابق. نعم. للتدقيق. ثانيا أنا موجود بجولة خارجية ليس بصفتي الحكومية. وأفضل أن يجري تقديمي على أساس أنني أضبط قيادة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير كما أفعل دائما مع كل وسائل الإعلام خلال جولتي الخارجية. هذه الجولة الخارجية التي بدأت بأوائل العيد واستمرت من 20 بالشهر حتى اليوم 29 بالشهر 9 أيام بدوام الرسمي بسوريا. عندنا كثير نشاطات لها علاقة بالتحضير لمؤتمر جنيف. الحقيقة لهلا أنا لم أبلغ رسميا بالإقالة وإنما تبلغت بها من وسائل الإعلام، ولكنني لا أستغربها كثيرا لأنه بعتقد من جهة نحن إذا كنا متفقين على الذهاب إلى الحل السياسي نشأ نوع من التناقض بين عملي الحكومي وعملي السياسي الحزبي. وأنا أعتقد المهمة الأولى التي لا يعلو عليها أي مهمة اليوم هي إيقاف نزيف الدم السوري عبر إطلاق جنيف، الوصول إلى جنيف 2. هذه المهمة لا تعلو عليها أي مهمة أخرى. لذلك بصراحة موضوع الحكومة والموقع بالحكومة ما كثير بيشغل لا بالي ولا بال رفائي قد ما عم يشغل بالنا اليوم موضوع الوصول إلى حل. دكتور جميل، يعني توحي لنا نحن معارضة قبل دخولنا الحكومة. نعم. نحن معارضة كنا بالحكومة ونحن سنبقى معارضة بعد الحكومة، ولن يتغير شيء من سلوكنا وسياستنا. نحن كنا مع الحل السياسي، مع المصالحة، مع المخرج الآمن، وكنا وما زلنا وسنبقى. دكتور جميل، كلامك يوحي بأنك كنت متوقع ربما هذا القرار بعد جولتك الخارجية. والله مالي متوقع. ليش اتوقع؟ الموظف بالحكومة السورية بالدولة السورية بحق له 15 يوم يغيب، إذا ما برر وقتها ممكن يعتبر مفصول. أنا ما صار لي 15 يوم من 20 بالشهر اليوم 9 أيام. شايف قلت لك التاريخ لسه ما سكرت الفترة تبع ما وصلت للسقف تبع الفترة المسموح بالغياب فيها دون عذر. نعم. رسمي. طيب دكتور جميل، لقاءاتك على ما يبدو التي عقدتها في جنيف مع روبرت فورد يعني هي أيضا إشكالية ربما، يعني يقال بأنها أدت إلى هذا القرار كما يعني تحدثنا قبل قليل مع أستاذ طارق الأحمد. لو تخبرنا أكثر عن هذا الاجتماع، ماذا تحدثت مع السفير الأمريكي السابق في سوريا؟ لا أعتقد اللي رايح على جنيف 2 بينزعج كثير من اللقاء مع رعاة المؤتمر. 1. 2. نحن كجبهة شعبية للتغيير والتحرير كان مكسر عصا على فكرة للدول الغربية. نعم. اللي ما لم اعتبرتنا معارضة لأنه مو عاجبيننا، لأنه ما عم نطلب تدخل خارجي، لأنه مقياس المعارضة عنده هو مقياس استدعاء التدخل الخارجي. وجزء من النظام على فكره ودخلنا الحكومه كمان كان فكره يحطها تحت باطه ويصير مو معارضه. نحن دخلنا على اساس ائتلاف مؤقت للخروج من الازمه. من هون لقائنا مع كل الاطراف الدوليه في ظل حمام الدم الموجود بسوريا هو امر مشروع، لاننا سنطرق كل الابواب من اجل الخلاص من هذه الماساه التي يعيشها شعبنا السوري. مو واجبنا السياسي، واجبنا الانساني قبل واجبنا السياسي. اليوم بسوريا يسقط كل يوم لا أقل من 200 إنسان، في أمهات سكالى. نعم. أولاد يفقدون آبائهم يوميا. تأخير جنيف كمان شهر يعني 5000 ضحية جديدة. هي بذمة مين رح تبقى بالتاريخ؟ طب دكتور جميل، السياسيين السوريين اللي بيتحملوا مسؤولية بدهم ياخذوا هالشيء بعين الاعتبار، ونحن من أولئك الذين نريد أن نتحمل المسؤولية. دكتور جميل، يعني سأعود معك إلى موضوع اللقاء مع روبرت فورد. أنت تحدث يعني كما فهمت منك بأن هناك يعني وهذا أصبح معلوما أن المعارضة الخارجية لا تريد أن تشارك في جنيف 2، وهناك ضغط أمريكي عليها. بداية هناك انفتاح أمريكي عليكم وانفتاح أوروبي، كيف سيترجم هذا الانفتاح وماذا قال لك الأمريكي؟ نريد أن نسمع منك لو تعطينا يعني معلومات عن ماذا تحدثتم
وكيف يعني لو طلعت امبارح على التصريح الخاص لإيبرتاس، كان صار واضح لكم شو صار نقاش مع الامريكان. هلا بعيدوا او النقاش حول القضايا التي تمت معلقه ولكن ممكن ان يجري حلها. النقطه الاولى، نحن موقعنا مو قصه ان نحضر او لا نحضر، مصرين الامريكان والغربيين انه نحن لازم نجي بوفد النظام، قلنا له نحن ما بدنا نجي بوفد النظام، نحن معارضه بدنا نجي كمعارضه. وليش؟ لانه نحن والنظام بالاخير متفقين على 10% من برنامجنا. انتم عم تربطونا وتكتفونا بهذه الطريقه، بدنا ناخذ حريتنا نحن بمؤتمر جنيف. هي واحد. اثنين، انتم عم تساووا معارضه قلنا لهم على نمط عقليه وطريقه ورسمه الحزب القائد، الائتلاف الممثل الشرعي والوحيد. المعارضه بسوريا تعدديه. مين قال انه المعارضه بسوريا احاديه؟ ما المعارضه يجب ان تكون على صوره ورسمه سوريا القادمه. انتم عجيبين غريبين اذا بدكم تسووا معارضه على اساس الرسم القديمه، مع انه انتم تجربتكم الديمقراطيه بالغرب كبيره يقال عنها. ليش هيك عم تعملوا بهذا الموضوع؟ وهن الظاهر مرتبطين بافكار مسبقه كانوا حول قصه تمثيل الائتلاف. قدمنا اقتراحات ملموسه اعتقد ستساهم بالخروج من الطريق المسدود لتمثيل المعارضات المختلفه. هلا البعض مصر انه نحن ما لنا معارضه، ولكن بالاخير هويتنا ناخذها من الشارع، من الشعب تبعنا. نعم. من سلوك. نحن قدمنا شهداء وقدمنا معتقلين. قياده الجبهه وقياده ائتلاف قوى التغيير السلبي، القيادات تبعها اذا بتجمعي عدد سنين السجن تبعها ما بعرف قديش بتطلع بالمقارنه مع عدد سنين سجن القيادات الاخرى بالقوى المعارضه الاخرى. رقم محرز كثير رهيب. نعم. طب دكتور جميل، انطلاقا من هذا الموضوع، نفهم أن جنيف 2 لن ينعقد إلا إذا وافقت المعارضة الخارجية على المشاركة فيه، أم أن هناك سيناريو آخر ربما يحضره الأمريكيون والروس لانعقاد هذا المؤتمر؟ أنا طلع بصراحة بحكي دائما صريح. اللي فهمته أنه جنيف 2 مؤتمر دولي وليس مؤتمر سوري. السوريين هن جزء من المؤتمر. وأنا قلت وقدمت اقتراح وأفكار وقلت يجب أن يجري المؤتمر بمن حضر، حاجة تأجيل وتسويف. نترك الباب مفتوح لمن سيحضر لاحقا. لازم يصير جنيف لأنه مؤتمر دولي، لأنه مطلوب من جنيف من القوى الدولية أن تلجم القوى الإقليمية من التدخل بالشأن السوري حتى يحلوا عن الشعب السوري ويقدر يقرر مصيره بنفسه بالعملية السياسية. لأنه لا يمكن إطلاق العملية السياسية بظل التدخلات الإقليمية الهائلة الرهيبة الجارية على الأرض السورية. مهمة المجتمع الدولي أن يكبح هذه العملية وقتها بيصير المناخ ملائم لعملية سورية يكون انطلاقها من جنيف وإتمامها لا يمكن أن يتم إلا على الأرض السورية وبين المكونات السوري، بين المكونات السورية. نعم. طب دكتور قدر جميل، يعني أتمنى أن يسعفنا أيضا الصوت. أنت قلت يعني في بداية حديثك أن القرار لم تكن مبلغا به، يعني قرار الإعفاء من مهامك. هذا أمر مستغرب، يعني أن يتم إعفاء شخصية يعني من الحكومة من مهامها من دون أن تكون مبلغة بالأمر. ليش تحدث أحيانا؟ للضرورة أحكام، هيك رأيت الحكومة. أنا ما لها أعمل مشكلة من هذا الموضوع. أنا الأعداء تبع سوريا بعتبرهم هن الذين يقومون بالتدخل بالشأن الداخلي. إذا اختلفنا حول هذا الأمر أو ذاك مع هذه القوة أو تلك من المعارضة أو من الموالاة، هذا مو نهاية التاريخ، وبنرجع بنحكي ونتفاهم وبنلاقي قواسم مشتركة. فنحن رايحين على جنيف مع النظام مشان نتفاهم. دكتور يعني أنت يعني هذا آخر ما نفكر به نحن. تتفاهم، يعني أنت الآن في خلاف مع النظام. بعرف، بس ليس ذلك الخلاف المبدئي الكبير العميق الذي لا يمكن ردمه. اختلفنا لأنه أنا وقتي مكرسه بالدرجة الأولى العمل السياسي الحزبي، ما عاد تحملوني بالحكومة. ما بدهم هيك. نحن ما لنا موظفين، نحن مناضلين سياسيين، ما حدا بيحولنا لموظفين. هي القصة. ولكن دكتور جميل، يعني مستغرب أن يتم الأمر عقب جنيف 2. يعني هل أنت أيضا ربما قبيل جنيف 2 هل
هذا الأمر يعني مقصود ربما، يعني يحق لنا أن نفكر أنه مقصود لكي يتم تمثيلكم في جنيف 2 كمعارضة فقط، وهذا ما ذكرته. ولا أدري إذا كنا فهمنا بشكل صحيح أن الأمريكيون كانوا يريدون أن تتمثلوا كمعارضة سلطة، يعني معارضة مع السلطة، أن تأتوا من جانب السلطة، وهذا ما أنتم ترفضونه. الامريكان، انا برايي الرسمه اللي براس الامريكان حول التمثيل بجنيف كلها غلط. برايهم وفدين، نظام ومعارضه، المعارضه الائتلاف. هاي الرسمه بتركب، وكان رايهم انه نحن لازم نكون من وفد النظام. قلنا له ما حذرتوا، نحن معارضه وما زلنا معارضه وبدنا نجي بوفد المعارضه. حدا له علاقه بتحديد هويتنا؟ حدا فيه يعمل وصاية علينا بهذا الموضوع؟ دكتور جميل، لذلك هذا الموضوع محسوم بالنسبة لنا. هل ستعود إلى سوريا؟ فور انتهاء أعمالي لها علاقة بالنشاطات الثنائية والمتعددة الأطراف بالخارج سأعود فورا. أنا عضو مجلس الشعب ما زلت. هل يمكن أن تطلعنا على هذه الأعمال التي تقوم بها؟ الشعب السوري يعني ستعود. عندنا 5 بالشهر لقاء بجنيف واسع الأطراف مع ثلاثي مع الأمم المتحدة والروس والأمريكان سوا. عندنا 7 بالشهر يجري تخطيط لعمل كبير بموسكو، معارضة واسعة الطيف مع. نعم. راجع فورا إلى دمشق، مكاننا في دمشق. نحن معارضة داخلية. الظروف أجبرتني من العيد أقوم برا لأنه في زخم شغل له علاقة ب. طب دكتور جميل، أطلعنا على المزيد، يعني ما هي لقاءاتك الآن مع من مع من تنسقون؟ يقال أن الأوروبيون أيضا يجلسون معكم. لا لسه، هذا مو صحيح. قعدنا بجنيف، التقيت الممثلية الدائمة للاتحاد الروسي بالأمم المتحدة، والتقيت الممثلية الدائمة للصين الشعبية في الأمم المتحدة، والتقينا الأمريكان مثل ما بتعرفوا. نعم. هلا قبل ما افوت على الارتي، حيث تبلغت خبر اقالتي، كنت طالع من اجتماع مع السيد بogdanov نائب وزير الخارجيه الروسي الممثل الشخصي للرئيس الروسي في الشرق الاوسط بحسب سير التحضيرات لجنيف، والعمل شغال. دكتور جميل، يعني تحركاتك توحي بأنك ربما تحضر لمنصب ما بعد جنيف 2، الحكومة الانتقالية ربما. هل هناك حديث عن استلامك لمهمة؟ أرجوك خلينا نطلع من العقلية. نحن اللي بيهمنا، نحن مناضلين، نحن اللي بيهمنا أن تنتهي مأساة الشعب السوري. الباقي كله تفاصيل ما لها قيمة. وأنا بحمد ربي إذا بتنتهي المأساة والأزمة وبروح بقعد بالبيت وبتفرغ لعائلتي وأولادي إذا سمح الوضع. ولكن إذا كان الأمر فيه مصلحة سوريا ليس لديك مشكلة من تسلم حكومة. لا نهرب دكتور جميل، من تحمل المسؤولية. إذا كان الأمر فيه مسؤولية، يعني ليس لديك مشكلة من تحمل هذه المسؤولية. طيب، نقطة الخلاف الأساسية لانعقاد جنيف 2. لا تفضل. لا ما تزلقيني، بدي اقول لك النقطة هي. هذه القضية مو أنا بقررها. هذه القضية هي قضية توافقية معقدة جدا بين أطراف عديدة جدا. ولكن اسمك مطروح. لي بهذا الموضوع هو تعقيد للوصول لتوافق ما في المستقبل. استباق الأمور بهذه الأمور مضر. طيب دكتور جميل، مضر بالعملية نفسها. دكتور جميل، يعني في نقطة مهمة جدا لانعقاد جنيف 2، وهي متعلقة بقضية تنحي الرئيس الأسد أو لا. المعارضة معروف ماذا تريد، معارضة الخارج. أنتم ماذا تريدون؟ هل هذا الأمر يشكل عقدة بالنسبة إليكم، بقاء الرئيس الأسد في منصبه أم تنحيه؟ ما هو موقفكم الآن؟ طبعا في المرحلة الانتقالية ودور الرئيس الأسد بعدها. من سنة ونص هون بموسكو مراسل العربية وجه إلي سؤال بمؤتمر صحفي بعد اللقاء مع لافروف، كنا وفد جبهة شعبية، سألنا عن التنحي. قلنا له هذا الموضوع هو مطلب تعجيزي هدفه منع الحوار. هذا الموضوع لا يطرح قبل الحوار إذا بدنا نوصل للحوار. بعد الحوار ما يبلش، طاولة الحوار مو ممنوع أن يطرح فيها شو ما كان، لأنه بالأخير هنيك بده يصير توافقات. نعم.
هذا حكي من سنة ونص. أنتم ما سيكون هذا الحكي موقفكم ما تغير. من يعني كلامكم ما سيكون فيما يتعلق بدور الرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية؟ المجتمع الدولي بعتقد كان لجهودنا موقفنا تأثير على ذلك. شطب موضوع التنحي بالمرحلة الانتقالية، مشطوب. موضوع التنحي مشطوب، أنا متأكد مما أقوله. لذلك السؤال دكتور جميل، لا فقط يعني بشكل سريع، الرئيس الأسد سيكون له دور في المرحلة الانتقالية، لا أتحدث عن ما قبل الحوار، أتحدث فيما بعد. بالنسبة إليكم أنتم ستؤيدون أن يبقى، أن يترشح؟ كل هذه الأمور الانتقالية حضرتك تعرف المرحلة الانتقالية ستبحث بجنيف بتفاصيلها. رح يبحث موضوع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية والحكومة كيف توزع. لذلك استباق الأمور ما بعتقد مفيد ولا ممكن ولا ليس واقعيا. طيب سؤالي الأخير لك دكتور جميل، سؤالي الأخير. تفضل الجيب تحكي بالموضوع. نعم. برأيك أو بحسب معلوماتك أيضا، يعني جنيف 2 هل سيعقد في الموعد المقرر له أم سيؤجل؟ ما رأيك وما هي معطياتك؟ أنا بدي أقلب لك السؤال. أنا برأيي جنيف 2 بلش ورح يخلص بالموعد اللي رح يعقد فيه. هي عملية يجري فيها نقاش وإنضاج أفكار. إن شاء الله فكرك بيومين جنيف 2 رح يحل الأزمة السورية. هل عملية الحل الجارية من خلال صراع الآراء، من خلال النقاش الجاري؟ جنيف 2 بده يجي بالموعد اللي رح يصير فيه كي يضع نقطة الختام في هذه العملية. لذلك جاي جنيف 2، والأفضل نحن هلا عم نناضل حتى يجي بأسرع وقت ممكن لحتى نخلص الشعب السوري من الآلام التي يعاني منها. شكرا لك عضو قيادة الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير دكتور قدري جميل، ونائب رئيس مجلس وزراء الشؤون الاقتصادية السابق، على انضمامك لنا في النشرة السورية العراقية من موسكو. شكرا لك. والآن